بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ شايفين الطبق القمر بتاعنا ده؟ البطاطس بالفراخ، عاملين ورقة بطاطس بالفراخ زي ورقة اللحمة بالظبط بتاعة الجزار. والله بكل سهولة، ما خدتش بالظبط كده بأمانة، يعني من نص ساعة ونص ساعة حطي عليها 5 دقايق بس كده عشان نحمر الوش بتاعها كويس، عشان انا الفرن بتاعي حامي. معرفش بقى فرنكم انتوا عامل ازاي، ما شاء الله. احنا معانا الطبق الجميل الرائع ده. هقول لكم بقى، تعالوا مع بعض كده نعمله واحده واحده وبطريقه سهله وبسيطه عليكم. يلا على الطبق الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اخوات واحلى حبايب واحلى اصحاب، ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ واحلى متابعين طبعا، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. النهارده بقى هنعمل اكله جميله كده، اكله صيفي شويه وخفيفه وحلوه. يا رب كده تكون سهله وبسيطه عليكم، تقدروا تعملوا معانا كل حاجه احنا بنعملها، احنا هنبسط عليكم الدنيا جدا جدا جدا. احنا هنعمل بقى شويه فراخ كده في الفرن كده، عارفه ورقه اللحمه، بس يعني هي ورقه فراخ مش ورقه لحمه. بس يعني بصراحه اكلات الصيف دي لازم تكون كده، ما فيهاش طماطم، ما فيهاش صلصه، نبعد عن الصلصه خالص. معانا الفراخ والبطاطس والبصل والفلفل حامي طبعا وحدايه كده، وشويه جزر وثوم والبهارات وطماطميه واحده كده بس بشرلها. هنحط بقى كل الخلطه الجميله دي كده على بعض وندعكها كويس قوي كده، ونزقها في الفرن بالغطا الجميل بتاعها، ونوريكم معانا احنا هنعمل ايه دلوقتي. بصوا يا حبايبي، عملنا كده، حطينا البطاطس في القالب الجميل ده وكده. الاول كده ايه، قبل ما نمد ايدينا على الاكل ده كده، لازم نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حطينا البطاطس والبصل والبهارات والفراخ والجزر المبشور، وعصر انا ليمونه مع البهارات كده، وشويه الطماطم الحلوين دول زيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطميه كده بسيطه، ونقلب مع بعض كده بالراحه. بصي لازم تقلبي كويس، لازم بصي البهارات دي كده لازم تدوب في قلب الصلصه والبطاطس والفراخ، وما تحطيش ولا نقطه زيت خالص خالص خالص. ليه بقى؟ لان الفراخ بتنزل السمنه كتير قوي. بصوا الجزر بقى، هنجيب الجزر والثوم وكل اللي احنا حطيناه مع بعض كده، ونقلب تقليبه حلوه. الله الله على الجمال. شايفين الجمال بتاعنا؟ شايفين الالوان بتاعتنا جميله ازاي؟ بالهنا والشفا اللي هياكل. ايه رايكم بقى؟ بصوا عود البقدونس ده هيودي ورقه الفراخ دي في مكان تاني خالص خالص. هنقطع كده ورقه زبده ونغطيها ونحطها بقى في الفرن. وبص انا ما حطيتش ميه خالص، هحط بس نص كوبايه علشان ايه، عبال ما الفراخ تنزل ميتها بالظبط كده، مش هنحط اكتر من كده. ندخلها بقى كده في الفرن بعد ما نغطيها ونطلعها بقى ونوريكم الجمال. الريحه ايه بصراحه جميل. ما حطيتش ولا نقطه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، غير بهارات وملح وفلفل وشويه بقدونس والجزر اللي انتوا شفتوه والبصلتين وقرن الفلفل. طبعا احنا بنحب الحامي، مع شويه البطاطس الحلوين اللي زيكم دولت، مع الفراخ اللي هتنزل مزازتها على البطاطس. وبالهنا والشفا اللي هياكل الجمال اللي احنا عاملينه ده. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال بتاعنا. شايفين بقى؟ شايفين حلاوتنا؟ شايفين الاحمرار بتاعنا؟ الريحه والله اكبر الله اكبر، تحفه 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 جميله. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تلفيش يا صينيه. بصوا، عايزه بس اوريكم البطاطس والصوص بتاعها. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، بصوا البطاطس، بصوا المنظر رائع ازاي. شايفين؟ ما شاء الله. بصوا البطاطس متحمره ازاي. شايفين البطاطس وجمالها؟ ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا حاجتنا سهله وجميله وبسيطه مع بعض في كل جديد.
ودايما كده يا رب بالتوفيق للجميع، ونشوفكم على خير احلى اخوات، وربنا يبارك فيكم يا رب، وبالهنا والشفا للي هياكل، ونشوفكم على خير في كل جديد مع بعض. مع الف سلامه حبايب قلبي.